ريال مدريد يتوج بطلا لأوروبا للمرة ال15. الملكي لا يخسر النهائيات منذ 43 عام. ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا في وضع قوي جدا. أهلا بكم حلقة جديدة من حلقات الجماهير سبورت، وتعليق على ما حدث اليوم وفوز نادي ريال مدريد بفوز قوي جدا على بروسيا دورتموند بثنائية مقابل لا شيء. وصلتك الحلقة، اضغط لايك، اشترك في القناة لمتابعة كل جديد الكرة العربية والعالمية، هنا فقط حصريا على الجماهير سبورت. ومباراة اليوم كانت مباراة قوية جدا جدا، حيث حافظ فيها الملكي كالعادة على عاداته في نهائيات دوري أبطال أوروبا بالفوز 2-0 على بروسيا دورتموند في مباراة على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ليتوج باللقب ال15 في التاريخ. استمر سلسلة انتصارات ريال مدريد في نهائيات دوري أبطال أوروبا لتصل إلى 9 مباريات متتالية. آخر خسارة كانت في نهائي 1981 أي من 43 سنة، عندما ذهب اللقب إلى خزينة ليفربول. ريال مدريد رفع عدد الألقاب الدولية ل 30 لقب، من بينهم 15 لقب في دوري أبطال أوروبا. وتأهل ريال مدريد بفضل الفوز على دورتموند هذا المساء إلى منافسات كأس انتركونتيننتال للأندية 2024 التي سيشارك بها النادي الأهلي. إلى جانب ذلك يخوض ريال مدريد بعد هذا التتويج نهائيات كأس السوبر الأوروبي 2024 ضد أتلانتا الإيطالي، وبقى دورتموند بلقب واحد فقط في دوري أبطال أوروبا حصل عليه عام 97 قبل أن يخسر نهائيين في 13 و 24. شهد نهائي دوري أبطال أوروبا المشاركة الأخيرة لتوني كروس رئيس مع فريقهما، واعتزل الأول كرة القدم في المختار الأخير خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن دورتموند. يعني كانت المباراة في البداية سيطرة لدورتموند، لكن انتهى الأمر بفض الشباك من جانب ريال مدريد، وكالعادة الملكي يفوز وتصبح الأمور كلها في يد الملكي في دوري أبطال أوروبا. عموما إذا كان لديكم أي آراء فيما يتعلق بهذا الفوز ارسلوا لنا في التعليقات، ودائما أبدا متابعة حية لكل التغطيات الجديدة. شكرا لكم وإلى اللقاء.